وادي صفاره مدحت الحوفي. محمد عادل والهدف الاول لفريق المقاولين العرب. بيحط الكوره على شمال المهدي سليمان اللي اتجه للناحيه اليمين ويحرز الهدف الاول. دقيقه 13 من زمن الشوط الاول. دقيقه 13 من زمن الشوط الاول بهدف عن طريق محمد عادل من ركله الجزاء. هنشوف بقى طبعا المباراه ايه اللي هيحصل فيها بعد الهدف ده. عاد امامنا شريف حازم والهدف الاول وهدف التعادل. الهدف الاول وهدف التعادل لشريف حازم، نفس على طول الطريقه اللي احرز بيها محمد عادل الهدف الاول لفريق المقاولين. شريف حازم على طول بيودي محمد العقباوي ناحيه اليمين وبيحرز هدف التعادل على شماله من ضربه جزاء في الدقيقه 17 من زمن الشوط الثاني، ليتعادل فريق بتروجيت مع فريق المقاولين بهدف لكل فريق. امامنا اعاده للكوره، بيروح العقباوي يغير الملعب حلوه ناحيه الشمال لعلي فتحي، بيحصلها علي وهيحاول يلعب العرضيه داخل منطقه الجزاء وضاغط عليه تامر محب، بيلعب العرضيه داخل منطقه الجزاء حلوه. والهدف الثاني للمقاولين العرب. الهدف الثاني للمقاولين العرب علي فتحي في الدقيقه 26 من زمن الشوط الثاني. لسه اهوت بقول لحضراتكم علي فتحي بيحاول يعدي وهيلعب العرضيه، بيلعب العرضيه على طول بتسقط ورا المهدي سليمان وتسكن الزاويه العليا اليسرى لمرمى المهدي سليمان عشان تبقى الهدف الثاني وهدف التقدم لفريق المقاولين. علي فتحي اهوت اللي تسبب في الهدف الاول لفريق بتروجيت، تسبب في ضربه الجزاء، بيلعب كرة عرضية من ناحية الشمال بتنزل تسقط ورا المهدي سليمان وتبقى الهدف الثاني وهدف التقدم لفريق المقاولين العرب. بتتعاد مرة ثانية امامنا الكرة اهوت